بعيد عن كل الانتماءات واي حاجه بره الكوره، فابو تريكه رمز كروي محبوب بل معشوق من كل الجماهير. تريكة الكل الملعب يصفق لابو تريكة، لا تترك الملعب. هذه هي التحية الجديدة لابو تريكة. ما اعتقدش انك ممكن على اي قهوه في مصر تسال اي حد قاعد انت بتحب ابو تريكة غير لما يقولك يا عم هو في زي ابو تريكة تاني، او احنا شفنا زي ابو تريكة تاني. دي مش بس في مصر ولا جماهير النادي الاهلي، لا ده في الوطن العربي كله، من جماهير نادي الزمالك كمان وكل الانديه المصريه. فركز معايا كويس عشان هقولك على 4 حاجات خلت ابو تريكة يوصل للمكانه دي في قلوب كل المصريين وفي قلوب كل شعوب الوطن العربي. ابو تريكة صادق ومش مزيف. تضحك قوي يا ترى بتبقى فرحان ليه؟ لا ما بقاش فرحان، لا طبعا. مين اللي قال لك لما ببقى فرحان؟ هو لو انت معقوله ما بتضحك وانت زعلان؟ لا بيبقى شعور طبيعي، مش شعور مصطنع، والله انت عارفني. ابو تريكة اكتر واحد ممكن تصدقه وهو بيتكلم عن النادي الاهلي، اكتر واحد هتحس من كلامه انه مش بيخش على ودانك، لا ده بيخش على قلبك على طول. بس دايما مستني راي ابو تريكة في الماتش ده، في البطوله دي، في الموقف ده، يا ترى هيقول ايه. انا احب اسمع ابو تريكة بيقول في الكوره، مش احب اي حد. يعني لما انا اسمع ابو تريكة بيتكلم كوره اكيد هسمع، واكيد هو هيقول كلام كويس، لانك عارف انه مش هيجامل وهيقول لك اللي المفروض يتقال، حتى ولو على اكتر حاجه بيحبها النادي الاهلي. ووصل النادي شاف رأي تاني، او مجلس الاداره شاف رأي تاني يحترم، وهنشجع الفريق وعاوزين فريق يكسب البطوله، انما ما تديش شرعيه لمهزله. ابو تريكة اخلاق، ابو تريكة مدرسه في الحته دي، ابو تريكة من اخلاقه واحترامه يكسفك اصلا. لا بصراحه يا ريت لعيبه مصر كلها في ليه بقى بيعمل ايه؟ محترم جدا جدا والله، عكس ما انا كنت شايف خالص. يعني انا كنت شايفه محترم كده وطلع محترم كده. عنده خجول جميل كده، مواقفه اللي بتبين لك قد ايه الانسان ده خلوق ومتربي وخارج من بيت عامل ازاي، وفوق كل دوت فهو انسان بيخاف ربنا وعارفه كويس. متدين جدا ومحترم قوي، يعني بيخليك يكسفك من نفسك من كنت ما هو متضايق بصراحه. وعمره بمعنى عمره ما هتلاقيه كان عامل مشكله في ارض الملعب مع اي لاعب، او اعترض بشكل غير لائق على حكم، او حركات مسيئه للجماهير تضايقهم. ابو تريكة مدرسه حرفيا في الاخلاق الرياضيه، لدرجه ان الجمهور ولاعبين كل الانديه وتحديدا الزمالك بتحترمه وبتشيله فوق راسها. اعتقد ان كتير من جمهور الزمالك رغم الاهداف الكتير اللي سجلها ابو تريكة في شباك الزمالك، لكن ما بيكنوش مشاعر عدائيه او مشاعر كره لمحمد ابو تريكة. عشان من هنا بقى نروح شويه لجماهير النادي الاهلي اللي بالنسبه لهم ابو تريكة دوت من الاساطير اللي ما اتكررتش تاني الفتره اللي فاتت دي كلها. انا مش محتاج اقول لك ابو تريكة عمل ايه للاهلي ولا جاب بطوله ايه ولا ايه ولا ايه، عشان حرفيا لو فتحت الفيديو ده ممكن يوصل لساعتين 3 وممكن اكتر كمان. يكفي ان ابو تريكة مثال لحب النادي الاهلي وبيديك معنى الانتماء بجد. ولو حابب تعرف حد مين هو النادي الاهلي، فرجع على ابو تريكة وهو هيعرفه النادي الاهلي كويس قوي. شفت اول ما قلت الاهلي اسم الاهلي شفت وشي نور ازاي؟ حسيت. ومش بس النادي الاهلي اللي ابو تريكة مقدم له حاجات كتير، لان ابو تريكة شخص امين في مجهوده جدا، فهو كمان مدي المنتخب مصر كتير قوي وبطولات كتير قوي ولحظات تاريخيه يستحق عليها ان جمهور مصر كلها يشكروا فيها. ابو تريكة انسان ليه مبدأ، انا ما بكرهش حد وانا مع الحق دايما. اول واحد كان بيدعم القضيه الفلسطينيه، ومش هتلاقي غيره بينصف الحق ويقول الكلمه في مكانها الصح. فدايما صاحب المبدأ بيبقى انسان دغري وواضح، وحتى لو كان مبدأه ده هيخسره فئه من الناس. تعاطفا مع غزه ده من اشرف وحاجه المواقف اللي انا اعتز بيها جدا. بس طول ما هو صح ومراعي ربنا في اللي بيقوله واللي بيعمله، الناس تفضل تحب ابو تريكة وتفضل شايلاه فوق راسها اكتر واكتر، وهتفضل تسمع له وتسمع كلمته في الكوره. ونفضل مستنيين بعد كل ماتش لمحمد صلاح، نستنى ونشوف ابو تريكة هيطلع ويقول عليه ايه. عنده التواضع، بيتعلم في الملعب، ما زال بيتعلم. فشكرا لابو تريكة على عطاء في ملاعب وعطائه للنادي الاهلي، شكرا على كل لحظه حلوه عشناها بسببك. دمت امير القلوب. ويا تريكة يا تريكة